ظهوري أمامكم من جديد. أصدر القوات العسكري السودان بيانا عن رئيس المعزول عمر حسن البشير. ما يتعلق تفاصيل هذا الخبر سيقرأ لنا مراسلنا عبد العزيز أكرم. شكرا بشير. قال الفريق عمر زين العابدين عضو المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ردا عن سؤال رموز النظام السابق عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني وصلاح قوش مدير المخابرات هما قادة التغير ولم نأتي برغبتنا ولكن جئنا برغبة الشعب السودان، قائلا لو كنا انقلابا لرفضنا رأينا على الشعب. وأضاف عضو المجلس الانتقالي العسكري خلال مؤتمر صحفي أن المرحلة الانتقالية 2 كحد أقصى، وإذا رأت القوى السياسة أن الفترة الانتقالية تكفى 2 فقط فلم يزيدوا يوما واحدا، مثيرا إلى أنهم سيتواصلون مع جميع الجهات الخارجية لتوضيح الأمر، لافتا إلى أن السودان نسيج من هذا العالم. وتابع زين العابدين أن المخزون الاستراتيجي تم تشكيل لجنة الاقتصادية له، والمجلس العسكري لن يسلم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى أي جهة خارجية، وستتم محاكمته داخل البلاد ولكن لم يتم تسليمه